يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في المثال رقم 4. شباب انتوا شايفين بحل كتاب الوسام فيزياء نسخة بتاعت 2022 بجد. تمام. الفصل الثالث الدرس الأول بتاع قانون فاضي. طيب، مثال 4 باين عليه ان هو مش سهل وعاوزين نفهمه. تمام. وفي حاجات ياما هتعمل بحركات الإيد، فأنا أعملها. تمام. وبعد كده هنزلها برضو في الجروب، شباب انتوا شايفين كده. تمام، عشان شغال فعليا في الجروب. بعد كده ندرسها تمام من على اللابتوب شبه احنا شايفين. هو دلوقتي السؤال بيقول ايه؟ لكي يمر تيار في السلك في الاتجاه الموضح. تعال نفهم حتة حتة عشان نعرف نجاوب صح. تمام. كمل السؤال كده. قالك يجب تحريك السلك لفين؟ لأعلى، لأسفل. تمام. جهة القطب اس، جهة القطب ان. يا ترى الإجابة هتبقى ايه؟ أولا اسأل نفسك، هي دي قاعدة ايه؟ دي قاعدة فليمنج، هي دي اليمنى. هتقول لي عرفت منين؟ اقول لك انت مذاكر التعريف، مذاكر الدنيا بتاعتها، مذاكر امتى استخدم القاعده ديت. يلا بينا نشتغل على طول. فين ايدك اليمين؟ اوعى تستخدم ايدك الشمال يا بني ادم. امسك ايدك اليمين وانا هبعت لك سكرين برضو. تمام. ونشتغل من خلاله. ادي الايد بتاعتنا اهي يا اخوانا. ده كده التيار، وده كده عندي ده الفيض، وده اتجاه الحركه لفوق، لفوق. تمام. هي لفوق، دي كده لفوق. التلاتة متعامدين على بعض، واحنا عارفين بنستخدم القاعدة ازاي. مش اول مرة نستخدموها عشان احنا دلوقتي في مراجعة. على العموم ده التيار. يبقى يا جماعة ده التيار. الفيد عاوزين نحددوه. فانت دلوقتي هتحدد الفيد. هو الفيد ماشي منين؟ انت عندك قطب شمالي وقطب جنوبي. هو اللي محدد لي، مش انا اللي محدد. كده لازم يتحرك بقوة ايه؟ لأعلى. كده هيتحرك بسرعة لفوق او لأعلى. متقص عليه ايه؟ قوة لأعلى. تمام كده. اهوت اهوت. الدنيا كده تمام. دي كده اعلى الصفحة. تبقى الإجابة بتاعتنا لأعلى. سؤال رقم 4 الإجابة الأعلى. تبقى إجابة رقم ألف هي الصحيحة. طبعا الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله.